اسكندريه اللي ربنا المركز الاول في الانتخابات دي كمان باذن الله. انا بحبكم يا حمدي، شمال يمين بنحبك يا حمدي، شمال يمين بنحبك يا حمدي جميعا. لحد ما نوصل للحريه هنفضل ثوريه، لحد ما نوصل للحريه هنفضل ثوريه. اللي بيسالوا فين الثورة العظيمة في 25 يناير وموجتها العظيمة في 30 يونيو، الرد قدامهم دي الثورة. الشباب دول هم الثورة، الشعب ده هو الثورة. اللي بيسألوا وبتقول بقالنا 3 سنين بنضحي وما نبناش حاجة من اللي طلبناه. الناس دي أهلنا وحبايبنا وشعبنا وقائدنا، بنقول لهم السبب في إن طال علينا الأمد وإحنا بنضحي وما بناخدش، بندفع دم وجراح وما بنقبضش. السبب ان احنا لما قمنا بالثوره مرتين واسقطنا رئيسين ما عملناش زي كل الثوار والثورات في الدنيا وخدنا الحكم عشان نحقق مصلحتنا. في المرتين ادينا الحكم لمجلس عسكري انتقالي وسلطه انتقاليه. فالثوره دي امتى الشعب هيعرف قيمتها ويحقق هدفها؟ عندما تصل الثورة إلى السلطة وتطبق برنامجها. يا خالة يا كل المصريين وكل المصريات، يا ناس، يا أسرة، يا طيبين، يا بساط، يا اللي بيسموكم حزب الكنبة اللي بيشوفنا جايز دلوقتي على التلفزيون، اللي موجودين هنا دول ولادكم، ضناكم، أغلى ما فيكم وأجمل ما أنجبتم وأعظم حارس لحقكم. الشعب شبابه بقلبهم البريء وحلمهم الشريف، احنا اللي عاوزين الامان والطمأنينة والبيت المستريح واللقمة النظيفة والكرامة المحمية لكل مصري ومصرية. هل اللي نزلوا الميادين وضحوا عاوزين يفضلوا في الميدان على طول؟ هل انتم متصورين يا اهلنا في البيوت ان الشباب الرائع ده هدفه انه يفضل في الميدان يتظاهر؟ لا والله، هدفه
انه ينهي الفساد